البصرة بوابة العراق للعالم بعد خليجي 25، وما حققته البصرة وما حقق العراق من رسالة عالمية اليوم وصول الباخرة لغوص هوب، اللي تعتبر أكبر مكتبة عائمة في العالم بعد أن تجولت في أكثر من 1500 ميناء وأكثر من 162 دولة زارت. اليوم توصل إلى شط العرب، إلى البصرة، إلى القصور الرئاسية، مفتوحة أمام الزائرين وأمام المواطنين لاستقبال القراء واستقبال المواطنين. توجد داخل الباخرة مكتبة كبيرة تحتوي على عدد كبير من الكتب الأجنبية والعربية وبلغات عالمية. أيضا يوجد داخلها مسرح واحتفالات وحفلات ستقام على هذه الباخرة. الباخرة الغطس مالتها 5.5 متر، ارتفاعها 32 متر، عرضها 21 متر، طولها 172 متر. الباخرة بها طاقم يحتوي على طاقم 400 شخص من كل أنحاء العالم، بها مدرسة لتعليم حتى الأطفال اللي موجودين، لأن توجد عوائل في الداخل، بها مسبح، بها ملعب، بها كثير من الفعاليات والأنشطة. البصرة صارت عالمية.